مساء الخير، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا الفيديو ده جاي بعد شقة جاي من بدري جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات معاكم. ما تستغربوش بقى المنظر اللي انا بعمله، انا عارفه ان دي بتاعت اطباق بس. التلاجة عندي فصلت لوحدها كده فجأة، فطبعا اضطريت اطلع منها الخضار واطلع منها الحاجه، وانا عايزه اقول لكم انها متلخبطه خالص. فما لقيتش بقى حل يجمع لي الدنيا دي كلها غير بقى ايه، الاختراع بتاع اختكم الجميله ده. فما انصحش يعني انتوا تعملوه الا في حالات الطوارئ. تمام، لان ده اصلا يعني هي كلها بكره وممكن ارميه اصلا هيبوظ، لان لو التلاجة ما اتصلحتش مش هنلاقي مكان نعمله فيه. طيب، آه مش ده بقى الفيديو، مش ده اساس الفيديو، بس حبيت اشارككم الموضوع ده. اساس الفيديو بقى انا هوريهولكم، طبعا مالناش دعوه دول شويه كده اطباق كده في الحوض. بتوع الغدا وكده، الفطار يعتبر اصلا لسه اصلا كمان صاحيه وتعبانه جدا باين على صوتي كمان. ف بس كده، تعالوا بقى نشوف اللي احنا هنعمله النهارده. هي دي اكلة النهارده. طبعا هنا بقى في علب عصير وحاجات زي كده، كل الحاجات دي اللي كانت في التلاجة، فطبعا طلعتها من التلاجة، مش مشكلة لحد ان شاء الله ما ايه تتصلح وكده. طيب بص بقى، الاكله بتاعت النهارده اللي انا هعملها هي حاجه خفيفه، بس عايزه اقول لكم بقى مفيش حد ما بيحبهاش، مفيش حد ما بيعشقهاش. القرنبيط. تمام. في ناس بقى بتعمل القرنبيط ده ازاي؟ بتسلقه كده وبعدين بتفرمه، وتحط عليه طبعا الخضره بتاعته وحاجته ودي طبعا التتبيله بتاعته اللي احنا عارفينها وهنعملها دلوقتي مع بعض. وبتفرمه وبتعمله كده زي ما بتشوفوا كده في المطاعم بتاعت فول الطعمية. في ناس بتحب القطعة بقطعتها، انا بحب القطعة بقطعتها، بس طبعا لو والدي هياكل معانا فبضطر ان انا افرمه عشان يبقى سهل عليه ان هو ياكل وكده من غير ما يعاني. لان انا بحب الضلوع بتاعته تكون ناشفة شوية. بس يعني، فيلا بقى نقطع ونجهز ونسلق بقى ونعمل الحاجات دي. انا قطعت اللي انا هستخدمه. تمام، قطع كده، عملتها قطع كده. هغسله بس وهغسله كده، هشطفه شويه ميه وبعدين هحطه يتسلق على النار. طبعا انا كنت جايبه اتنين، مش انا بصراحه، والله ربنا يبارك له جوزي هو، عشان انا عيانه برضه وانزل جابولي انزل هات. فطبعا الاخت دي لو سلقناها وعملناها طبعا ما فيش تلاجة زي ما احنا قلنا، فهنضطر نشيلها مع اخواتها. اهي كده، هو مكانها هنا مع اخواتها، تتحط هنا مع اخواتها كده زي الفل. فخلاص هغسل ده وهقطع بقى الخضرة كده، هنقطعها عادي. طيب انا هنا خلاص حطيته في الحلة، وهسيبه بقى يتسلق، بس هحط عليه شوية ملح وهو بيتسلق. هحط عليه شوية ملح، معلقة ملح كده اللي هي بتاعت الشاي دي هحطها عليه عادي. ولما يتسلق بقى هنطلعه مع بعض وهنصفيه وكده وهنعمل الخلطة مع بعض. الخضرة هي معايا بس فيها ورق، يعني فيها حاجات كده بتبقى سودة، ورق اصفر وكده. ماشي، هننضفها بقى، هننضف منها الورق الاصفر ولسه الحاجات دي كلها هنشيلها. يعني ده كده قطعته خلاص، كده شيلته. تمام، هنضف منها ده. حاضر، واقطع. حاضر. طبعا هي بتعيط عشان عايزه عصير، فانا حطيت لها خلاص عصير تفاح في الكوبايه بتاعتها. هتسكت دلوقتي. اتفضلي يا كريم. هي طبعا خلاص خدت العصير بتاعها وقالت تقولي نو انا بديهولها في الاول، فلازم اتحايل عليها ولا معلش طب عشان خاطري، طب لا كده عشان خاطر تاخد العصير. في الاخر سبته على الترابيزه وراحت عايزاه. هي دايما بنتعامل مع بعض بالطريقه دي، نو وبعدين بتاخد الحاجه. نرجع بقى لايه، لموضوع الحاجات دي. هننضف دي ونقطعها ونرجع نكمل. بس الخضره قطعناها وغسلتها وكده ونقعها في شويه ميه. خلاص هصفيها بقى خلاص كده، وهبتدي اعمل بقى الخلطه بتاعت اللي هي الخلطه بتاعت القرنبيط. خلاص اهو تمام. صفيتها، حطيتها في المصفى اصلا بتصفي. وهاجي هنا بقى، هنزل هنا بالدقيق. هنزل بقى بالكمية المناسبة بتاعتي. حطيت هنا يعني كوبايتين متوسطين من الدقيق، او كوباية ونص مثلا الكبار، كوباية ونص كده كبيرة اللي هي بتاعت العصير دي. تمام، هنحط بقى ايه، انا بحب احط مكعب ماجي. انا كده حطيت مكعب الماجي. تمام، هنحط برضه شوية ملح وفلفل اسود. حطيت الفلفل الاسود طبعا مش كتير، حاجة بسيطة جدا بس عشان خاطر الطعم.
طبعا عشان الانسه كاين هتاكل ف مش هينفع. تمام. والملح طبعا برضو ما كترتش، ان انا حاطه واحده ماجي. تمام. نقلب بقى كل ده كده. تعالي قلبي، هاتي دي نقلب بيها. تعالي قلبي. طب قلبي انتي. هاتي، طب هاتي ده. هاتي ده، هاتي. بصي اعملي كده، اعملي كده، بصي. الله. هاتي، بصي جميل، اعملي كده. خلاص 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 انا اسفه. طبعا ده انجليزي بس بالمقلوب، مش مشكله كده. انا قلبتهم خلاص. خلاص يا كده، مش عايزه اقلب الميه. طبعا هحط بقى شويه ميه كده يا حبيبتي. خلاص مش هاتي عشان اقلب. هاتي اهو. لا مش ايه ده، وايه اللي ايه ده. طبعا كل ده هي اللي عاملاه حبيبتي. خلاص انا عايزه اقلب، بس هنقلب بقى كده. وبعدين هنضيف البيض، وبعدين هنضيف الخضره اللي احنا سايبينها مع بعض. خلاص هقلب عشان انا في حد هنا بيبوظ لي الحاجه، وهرجع. انا ما قدرتش طبعا امسح المهازل الحاصله دي بسبب الاخت اللي حابه تشارك معايا. انا هنا عملت الخلطه، بس هو قلت انا عايزه اعمل حاجه اكبر شويه، فممكن اعمل حاجه اكبر شويه. بس هقلبها في حاجه اكبر شويه كده. يبقى انا كده خلاص خلصت الخلطه بتاعت القرنبيط. انا خلاص خلصت الخلطه بتاعتي، خلصت. تمام. الخلطه دي ناقصها، انا بصراحه كنت عايزه اقول لكم تقولوا ناقصها ايه، ويعني هسيبها لكم كده يعني مفتوحه، بس بصراحه قلت لا مش مشكله، لازم اقول لكم. طيب هي الخلطه دي ناقصها توم طبعا. تمام. فانا مش عايزه اعمل توم، انا اللي متعمده ان انا ما احطش توم، مش عايزه احط توم. فاللي حابب طبعا حطوا توم براحتكم جدا، بتبقى ألذ واطعم بكتير. بس انا فعلا تعبانه، فمش محتاجه التوم في حياتي خالص دلوقتي بجد يعني. القرنبيط بيغلي بقى بصوا كمان بيغلي. تمام. لسه طبعا مستواش، لسه هسيبه كام دقيقه تاني كده وهبص عليه لو استوى او ما استواش. تمام. لو استوى بقى هسيبه هيبرد، وبعدين هحطه على الخلطه دي، وبعدين هحمره وخلاص. طيب هو اتسلق خلاص اهو. بصوا انا جبت كده قطع كده، كام قطعه بس عشان اوريها لكم. طبعا مش هعملها بمعلقه، انا هعملها بايدي عشان اسرع يعني. هعملها بايدي كده، وهاخدها وهحطها كده ايه في الزيت. هي كده خلاص شربت منها. في معلومتين كده هقولهم في السريع. اولا القرنبيط ده، قبل ما تحطي طبعا القرنبيط ممكن تحطي الخلطه اللي احنا عملناها دي في الكبه في الخلاط وتطحنيها، هيبقى لونها اخضر خالص، مش مشكله. يعني الناس اللي هي ما بتحبش الخضره مثلا تكون ظاهره قوي يعني ممكن تطحنيها. تمام. طيب الحاجه التانية، اللي لا قدر الله عنده بقى مشكله حصلت زي التلاجة بتاعتي كده، ما حصل لها مشكله واضطريت احط حاجه بره التلاجة في المنظر اللي انتوا شفتوه ده، يا ريت يا ريت يا ريت لو عندك شاشه او طرحه خفيفه كده قديمه او حاجه زي كده، بليها ميه واعصريها كويس جدا جدا جدا، بس تبقى منديه كده، وحطيها عليها، حطيها على الخضار عشان خاطر يقعد معاكي شويه وما يتبلش وما يحصلوش اي حاجه. كمان هيمنعه من اي حاجه تتكون عليه. وخصوصا كمان ان انا عندي كمان حاجات كانت متقطعه يعني بقايا فلفل وحاجات زي كده، فالحاجات دي هتلم هموش. فعشان نتجنب الكلام ده كله نعمل ايه الحركه دي. طب انا الزيت بتاعي سخن خلاص، هحط كده القطعه معاكم اهو. انا كده حطيتها اهي. تمام. في الطاسه تتحمر، وهقلبها على الوش التاني. خلص الكميه اللي معايا وهرجع كده اهو في الزيت اهو. تمام. بصوا شايفين كده بيعمل ازاي كده، ابتدى يحمر من الجناب، بس طبعا مش هطلعه دلوقتي ان هو هياخد وقت. الوصفه دي بالطريقه دي انا بعملها يعني بعيدا بقى عن اختراعات ان احنا دلوقتي بقينا نهرس القرنبيط نفسه في الخلطه كله كده ونعمله بالمعلقه كده وبتاع. لا انا بحب الوصفه دي قوي لان انا كبرت عليها يعني. انا والدتي الله يرحمها كانت بتعملها بالطريقه دي، فانا كبرت على الوصفه دي. بس طبعا كانت بتغرقوا توم
فانا كبرت على الوصفه دي، فانا بحب الطعم كده اكتر من المخلوط والمهروس ومش عارفه ايه وكده. فاحلى حاجه بقى فيه عشان تجددي، لان الناس كلها بتعشق الاكله دي، جددي ممكن تعملي كده مره كده مره عادي يعني. يلا هخلص بقى وهوريكم بقى الفينش النهائي كده. بس بقى خلصت، طلعت حاجه، بس لسه طبعا بعمل فيه واحده تانية في الطاسه، ولسه معايا حبه خلطه كده صغيرين، وفي لسه كام واحده ما اتعملوش يعني. ما شاء الله دول طلعوا لي كده اهوت 5 حتت ايه حلوين كده. طبعا احنا مش صبرانين اصلا، مش صبرانين عايزين ناكل، فخلاص هناكل دول لحد ما الباقي يتعمل يعني كده. بص بقى الله بقى على الريحه ولا الجمال، دي لوحه فنيه، ده مش قرنبيط، دي لوحه فنيه. بص الجمال، كأنكم عاملين فراخ محمره يا جماعه، جميله 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 جميله، بسم الله ما شاء الله. طيب احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، وده كان فيديو بعد الكياب. احنا بقالنا كتير اوي ما نزلناش فيديوهات في القناه، فحبيت انزل معاكم كده حاجه خفيفه كده اشارككم برضو عشان ما نغيبش عن بعض وبس. ومعلش اعذروني لان انا كنت تعبانه، فما كنتش قادره يعني اعمل حاجه. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت لايك، ويا ريت تشيروا الفيديوهات بتاعتي، محتاجه عدد مشاهدات. يا ريت لو يعني فضلا وليس امرا تشيروا فيديو، اي فيديو من على صفحتي يعجبكم يا ريت تشيروه لاي حد تعرفوه، اصدقائكم، فيس، اي حاجه، اي مش هذكر بقى منصات، اي منصه يا ريت تشيروه الفيديو ولايك بقى وكده، وظبطوني كده في الكومنتات. ولو في اي حاجه حابين يعني تعدلوا عليها انا بقبل الاراء عادي. تمام، مش قادره اتكلم اكتر من كده. يلا اشوفكم على خير ومع السلامه.